هناخد بريك لمده 5 دقائق، بس قبل البريك هيتكلم استاذ دكتور اسامه محمود زعتر، استاذ في اقتصاد وفي علم دواجن وفي حاجه مهمه جدا جدا جدا. هنحب برضو نسمعه في 3 دقائق. استاذ دكتور اسامه محمود زعتر هنسمعه واسمعوه باعتنا، وبعد ما نسمعه هناخد 10 دقائق بريك وبعديها هنقطع السماسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضراتكم اولا انا يشرفني ان انا اشترك في المنصه مع الاستاذه الدكتوره منى واستاذي القدير سيد شلش، الاستاذ الدكتور سيد شلش. طبعا بالمناسبه هو استاذي، انا اقدم له الشكر امام حضراتكم جميعا لان هو اللي رقاني الى درجه الاستاذيه، فلكم الشكر كثيرا جدا يا استاذ. طبعا حضراتكم انا هتكلم سريعا في جزء مهم جدا. انا استاذ نظم واقتصاديات انتاج الدواجن. نظم انشاء المزارع طبعا حاجه مهمه جدا. ارجو من حضراتكم اخواني المربيين ما يزعلوش مني في الكلام اللي انا هقوله. اولا شعار رئيسي: لا يصح تربيه الدواجن في العنابر المفتوحه، ولا بد من تربيه الدواجن في العنابر المغلقه. ما تتخطش. التكلفه جدا بسيطه عاملها لحضرتك ان انت تتحول زي ما انت، ولا هقول لك تهد حاجه. انا هعمل شويه اضافات بسيطه جدا مش هتكلف حضرتك اي شيء خالص، بحيث انت تتحول الى عنبر مغلق. لان العنابر المفتوحه بتهدر كتير جدا جدا من مستلزمات الانتاج، لان سعادتك العنابر المفتوحه الشبابيك موجوده داير ما يدور العنبر، ضوء الشمس بيخش بيخلي القطيع عندك سو نرفز. النرفزه بتاعت القطيع ديت الاكل اللي بيتاكل بيطلع لطاقه مهدره ما بيتحولش اللحمه. بالاضافه ان في اهدار للعلف طالما القطيع سو نرفز ونشط بيهدر جزء من العلف على الفرشه، والدليل موجود معانا من الاهدار. لو حضراتكم واحنا ماشيين على الطرق كلها، الكلام ده طبعا انا مصوره كله، هنلاقي اي منشر للسبله واقف عليه ابو قردان والحمام. الحمام بطبيعه الحال مستحيل ياكل حاجه نابسه، هو واقف عشان ياكل العلف، اذا هذا اهدار. بالاضافه حضرتك بتيجي في فتره الصيف بتحط في طبعا العنابر كلها، معظم العنابر بتاعت مصر واخده ستاندر معين، عرض العنبر 12 متر في طول 50 ب 600 متر مربع. بتيجي حضرتك في الصيف بتحط فيه 3000 طائر، وفي الشتاء من 4000 الى 5000 طائر. تاخد السيزون بتاعك بتعمل 4 ل 5 دورات. مجمل السنه بتاعتك بما يتراوح من 20 الى 25 الف طائر انتاج. على العكس في العنبر المغلق لما يحول الى عنبر مغلق، وبتكاليف اوعى تتخض منها، انا حاططها حضرتك وعامل لك حسابات. الحاجه الوحيده اللي تبقى غاليه عندك اللي هو الشفاط. المهم ال 600 متر مربع دول حضرتك هيتربى فيهم 12000 طائر. شوف بقى حضرتك 12000 طائر في السنه. انا النهارده بتكلم الدوره بتاعتي ماكسيمم بتاع 35 يوم، لا ده انا بقول لك انا ممكن اطلع نص العنبر بتاعي على عمر 28 يوم وزن 2 كيلو. ازاي؟ معروف حضراتكم اي كميه من الكتاكيت بتجيلك من معمل التفريخ بيبقى النص ذكور والنص اناث. احنا بقى طبعا بالخبره شويه عندنا واحنا حاسين، انا باجي بعمل ايه؟ بروح عامل سكسنج على طول للقطيع وهو داخل عندي، باخد الذكور بحطها في المقدمه بتاع خروج العنبر بتاعي، واخد الايه على عمر 28 يوم الاقي الذكور عندي فارت جابت ال 2 كيلو، اروح مطلع نص العنبر. وسبحان الله اي كميه تجيلك من المعمل التفريخ هتلاقي النص ذكور والنص اناث. تيجي بقى حضرتك سعادتك، ما انا هقول سعادتك، هتيجي بقى سعادتك ال 35 دوره كل حاجه. انا كان نفسي يكون في هنا داتا شو، لان كل ده انا جايبه صوت وصوره ومسجله لحضرتك، وتم تنفيذه جوه مصر ونفذته جوه مصر في محطه التجارب والبحوث الزراعيه للمعهد العالي للتعاون الزراعي. ان شاء الله هقول لحضرتك هتيجي حضرتك تعمل بالظبط عشان راجل تكون اقتصادي مظبوط يبقى 9 دورات. اذا مجمل العنبر اللي هو 600 متر مربع يبقى المفروض حضرتك في السنه هتطلع 108 الف طائر منتج. ده الناحيه الاقتصاديه. فشوف بقى حضرتك العنابر المفتوحه بتهدر كميه علف، بتهدر كميه الاوزان. نيجي للعنابر اللي هي عندنا في الشركات الكبيره، وبعض الاخوه المزارعين عامل عنابر مغلقه.
عامل الفنتليتورز الشفاطات موجوده في المؤخره والباك كولينج في المقدمه. ده نظام اولد فاشن خلاص، له عيوب، له مشاكل عندي في الانتاج. ليه مشاكله في الانتاج؟ باجي في المؤخره اللي فيها الشفاطات بتسحب درجه الحراره العاليه والامونيا وثاني اكسيد الكربون في المؤخره بتاع العنبر، درجه الحراره تبقى مرتفعه في الثلث الاخير، بالاضافه ان الشفاط لما بيشتغل حجمه كبير بيدخل لي كميه من الاضاءه. ده انا محتاج 2 واط، انا محتاج 2 واط لكل متر مربع. يعني ايه؟ يعني بشوف كف ايدي جوه. يعني القطيع عندك كومبريتلي ريلاكسيشن هادي جدا، بحيث اللي بيتاكل بيتحول للحم مش مهدر. نيجي للمقدمه بتاع العنبر، هنلاقي المنطقه اللي عندها الباك كولينج المنطقه بارده، فالطائر هياكل علف زياده عشان يدفي نفسه، والمؤخره الطائر هيشرب ميه اكتر عشان يلطف جسمه. وبهذه الحاله بيقول لك ايه؟ احنا بنطلع التلت والتلتين. انا بكلمكم بقى بلغه الفرارجي، التلت والتلتين. يا نهار اسود، انا يطلع عندي فرخه فيها صرده في العنبر، ده انا اقطع رقبتي. ما ينفعش، كله لازم يبقى درجه حراره واحده. السيستم اللي انا عامله حضرتك له في عندي نظامين. اذا كنت انا توسع راسي يبقى الشفاطات والباك كولينج هتبقى على كلا جانبي العنبر، واذا كان العنبر عندي عرضه 12 متر هتبقى الشفاطات على كلا الجانبين في وضع تبادلي مع فتحات الباك كولينج. اما اذا كان العرض اقل من 8 متر او 10 متر او اقل من 10 متر بيكون الشفاطات في جانب واحد والباك كولينج في الجانب الاخر. بينما التوسع الافقي يا سلام بقى عليه، ارجو من حضراتكم الشركات الكبيره اعظم نظام للكولينج سيستم والفنتليتورز الروف فنتليتورز. بعمل ايه؟ لان العنبر مش هبني دور ولا اتنين، توسع افق. الشفاطات في نص العنبر بطريقه ازاي؟ يعملوهم من جوه ومن نص بطول العنبر درجه الحراره العاليه بتطلع لفوق ثاني اكسيد الكربون، يبقى الشفاط ده يعمل لها فاكيوم بيسحبها بمنتهى السلاسه والهواء الجديد بيخش. في نفس الوقت انا بحمي نفسي، الوقايه خير من العلاج زي ما اساتذتي اتكلمنا. الوقايه خير، انا بوقي نفسي ازاي؟ المكان الهواء اللي طالع بيعمل له فاكيوم، بيجي الهواء الجديد، الهواء الجديد بيخش على الباد كولينج. انا بعمل حاجات بقى بديل للباد كولينج. المتر بيتكلف 2 جنيه، الباد كولينج المتر المربع المستورد دخل في 300 وشويه، المصري دخل في 200 جنيه. انا بعمل المتر ب 2 جنيه، بحط هنا معقمات مطهرات بتبقى موجوده قبل الهواء. احنا بنقول ايه؟ انفلونزا طيور اغسل ايدك بالميه والصابون انتهى. صح؟ الفيروس ضعيف. اذا لما انا هاجي لما الفريش اير هيجي يخش لي هيمر على الفلتر الباك كولينج بتاعي اللي انا عامله مصنعه، هاجي حضرتك احط فيه مطهرات او معقمات، ومطهرات ومعقمات موجوده ومعروفه، يبقى انا ضمنت ان انا دخل عندي الهواء سليم. يبقى في الحاله دي انا بحمي الطيور بتاعتي. في نفس الوقت انا لما بستخدم النظام ده بتلافى الاي بي سوء التهويه في العنبر، بتلافى كوكسيديا وعرق وتعريق الفرشه والاصابه بالكوكسيديا. والموضوع طبعا كبير، هم طبعا سامحين لي ب 10 دقائق، انا عندي كلام كتير جدا عاوز اتكلمه في الموضوع ده، وعاوز ارجوكم اتوسل الى حضراتكم حولوا العنابر مغلقه. التكلفه بسيطه، انا عامل لك الباك كولينج مكان الباك كولينج المتر ب 2 جنيه. تكلفه التبريد تافهه جدا، كل الغلو اللي عندك العنبر ده هتركب فيه 10 12 شفاط، الشفاط سعره لا يتجاوز 2000 2500 جنيه. كل دي التكلفه بس بتاعتك. اللي ما معهوش فلوس احنا على اتم استعداد نوفر الفلوس. انا واحد من الناس حضراتكم مستشار في مشروع تنميه المشاريع الزراعيه، بنعطي قروض حضراتكم للشركات ب 8 مليون جنيه ماكسيمم، وللافراد لغايه 2 مليون جنيه. اللي عاوز احنا موجودين، بس ارجوكم نوفر مستلزمات الانتاج المهدره وبناخد اوزان حقيقيه. احنا عامل انا متوسط ان في خلال الدوره بيطلع كيلو 700، ازاي في 300 جرام رايحين؟ اكل 3 كيلو ونص او 4 كيلو الا ربع. ده المفروض احنا بنتكلم النهارده في 3 كيلو 200 جرام، يعني الكفاءه التحويليه 1.5 1.5 ماكسيمم بتاعي 1.6. اخد علف، اخد كيلو لحم. فارجو من حضراتكم ساعدونا، ارجوكم انتوا هتكسبوا اكتر وهنصدر والله العظيم. شوف حضرتك انا بزود اضعاف الانتاج، هاخد ربع من 5 والباقي اصدره، اجيب ثمن العلف اللي انا جايب مستورد بتاع فلوس صويا. لما احنا نتحول لدوله مصدره
بالاضافه الموضوع المجازر ده هنبقى نتكلم فيه، ان لازم كل منطقه موجوده، كل مجموعه مزارع موجوده زي ما انت موجود، نعمل لك مخزن آلي طبقا للكباسيتي اللي موجود، تتم عمليه الذبح بحيث ان انا اقلل عمليه الترانسفير الفراخ من مكان لمكان او محافظه لمحافظه، واعمل مواصفات ايزو عالميه. ده عندنا السعوديه هيطبطب على ايدينا، العمرات والحج طول السنه عندهم شغال، بياخدوا من البرازيل كميات رهيبه جدا، لو جم هياخدوا من عندنا ودول الخليج كلها بالكامل نصبح دوله مستقبل. طبعا انا عندي كلام كتير جدا وكل حاجه انا بجيبها دايما بالصوت وبصوره، وبقول لك العنبر يتعمل ازاي. بالمناسبه معلش، العنبر لازم يتبلط اسمنت، فرشه الاسمنت دي لا، البلاط ليه؟ ويتعمل له ميول معروفه، ميول شديد، بحيث ويتعمل له وزر على كلا جانبي العنبر مسافه نص متر، بحيث حضرتك انت بتخلص السبله الخرطوم بتاعك، بعد ما انتهيت الخرطوم انت ما تستخدمش مساحه، هتلاقي الميه كلها نزلت على الصرف. ده عشان ايه؟ تايم از ماني، الوقت فلوس، عشان تعمل 9 دورات في السنه. وانا مش عاوز اطول بقى اكتر من كده، الورقه اتحطت لي وكلام ال10 دقايق هم جايبين لي من رقبتي، وانا كان نفسي اعرض بحاجات كتيره جدا. متشكر جدا ومتشكر للجمعيه واتمنى لها التوفيق واتمنى اي مساعده، انا تحت امركم. دكتور أسامة قال حاجات مهمة يمكن في وسط الكلام كتير، بس هو قال نقط مهمة جدا جدا جدا، تحديدا منها نقطة هناخدها هتبقى توصية من توصيات المؤتمر وهتبقى مفيدة لكل